انا اسمي يوسف، البحر ده ملعبي. شغلي كان كله في الميه، كنت بغطس واطلع اي حاجه ليها قيمه. طب الحاجات دي كنت بجيبها منين؟ من اي سفينه غرقانه. البحر ياما فيه مفيش ولا موجه ولا حتى نسمه هوا. حتى طيور النورس اللي كانت بتبقى في المنطقه مفيش ولا حاجه توحد ربنا موجوده حواليا. كان الارض اتشقت وبلعت كل حاجه. سكوت وهدوء غريب خلاني اسمع حتى ضربات قلبي. وبعدها الاجهزه كلها فصلت والبوصله بتاعتي اتجننت. ايه ده هو ايه اللي بيحصل؟ بس اخوك قلبه جايبه وعرفت ان انا كده وصلت. جهزت عده الغطس بتاعتي وقلبي كان بيدق جامد من كتر الحماس والطمع. انا هبقى مليونير. كنت بقول لنفسي كلها كام ساعه وهترجع اغنى واحد في البلد يا يوسف. نزلت الميه وكل ما انزل تحت النور بدا يقل. الميه كانت ساقعه بشكل مش طبيعي. كل ما انزل تحت الضلمه بتكتر اكتر واكتر لحد ما رجلي لمست الارض تحت. اهلا بيك يا استاذ يوسف في العالم بتاعك الجديد. بس المنظر اللي انا شفته هيعيش في كوابيس لاخر عمري. ما كانتش سفينه ولا اتنين، دي كانت مدينه كامله فيها سفن غرقانه، سفن خشب بتاعت زمان قوي، وفوقها سفن حربيه ضخمه، وجنبها مراكب شحن عملاقه كلهم متكومين فوق بعض بشكل يخوف. كان عيل صغير لا مؤاخذه كان بيلعب بيهم ويرميهم. والاغرب كانوا واقفين في القاع مش مايلين، يعني حتى دول ما غرقوش، ده نزلوا مستقرين كانهم جاهزين عشان يتحركوا. كانها فعلا زي ما قالوا محطه انتظار.